السلام عليكم، كنتمنى تكونوا مزيانين ويوصلكم هذا الفيديو هذا، تكونوا بصحة جيدة. مرحبا بكم في القناة، معكم عالم عائشة لتعليم الرندا. نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم عندي معكم درس جديد بالنسبة للمبتدئات، درس مهم. الفتحة ديال العنق ملي كنخليو 6 سنتيم اولا 7 سنتيم. انا هنايا خليت 7 سنتيم ديال العنق. ملي كنخدموا الحصيره كنوصلوا لهنايا، ما كنعرفوش كيفاش غادي نقادوا هذا العنق هذا على حسب الطوق وشحال فيه من غرزه. كنفتحوا الفتحه على حسب الطوق شحال عندنا فيه. انا هنايا عندي 20. غادي نخدم، غادي نجي لهنايا، غادي نقسم هاد الغرز هادو. عندي 20 غرزه، نخدم هنا 9 وهنا 9 وجوج غرزات غادي نخليهم في الوسط الفتحه. بسم الله. كنجي لهاد الغرزه الاولانيه، كنخدم فيها، كنضرب غريزه الثانيه، غريزه الثالثه، غريزه 4، الغريزه 5، الغريزه 6، الغريزه 7، الغريزه 8، غريزه 9. ملي كنوصل هنايا لغريزه 9 كنرجع في نفس هاد الغرز هادو، كنطلع ب9 ديال الغرز حتى العنق، كنرجع في هاد الغريزه هادي الاولانيه، كنخدم عادي في نفس الغرز اللي عندي حتى كنوصل للثوب. هذه هي الطريقه ديال فتح العنق الحصيره. كنضرب في الغريزه هذه، كنضرب ضربه في الثوب، كنرجع مع هاد الغرز هادو، كنمشي ب9 الغرز، كنضرب في هاد الغريزات هادو اللي عندي عادي. ملي كنكونوا طلعنا الطوق بالكوزه حتى هي كنخدموا نصف كوزه في هاد الجهه ونصف كوزه في النصف الجهه هادي. كنقسموا الكوزه في العنق، من بعد نوريكم حتى الطريقه ديال الكوزه كيفاش كنفتحوا العنق في القفطان بالكوزه. نضرب في هاد الغريزات هادو كاملين 9، كنضرب عادي، كنضرب في هاد الغريزه هادي الاولانيه، كنعاود نضرب في هاد الغريزات هادو كاملين اللي عندي هنايا 9، نضرب في هاد الغريزه هادي. الخدمه في هاد الفتحه د العنق سهله،
كنخدموا غير النص الاولاني، كنطلعوه حتى العنق، كنرجعوا نخدموا النص الثاني. صافي، هذه هي الطريقه ديالو، سهله ماشي صعيبه بالنسبه للمبتدئات. هذا الشكل هذا، الرنده حصيره، كنضرب ضربه في الثوب، كنرجع مع هاد الغرز هادو، انا غنخدم واحد المسافه. من بعد ما خدمت هذا الاتجاه هذا العنق، كنجي لهذا الاتجاه هذا كنخدمو بحال هاد الطريقه هذه اللي خدمت بها هنايا. كنجي لهنايا كندخل الابره في الثوب بهاد الطريقه هذه، كنثبت الحرير بحال دائما، كنجي للغريزه الاولانيه وكنخدم فيها. كنضرب غريزه، كنضرب في هاد الغريزات هادو اللي عندي 9، كنخلي 2 غريزات في الفتحه ما كنخدمش فيهم. هذه هي الطريقه الصحيحه ديال الفتحه في العنق. كنخلي هاد نخلي هاد 2 الغريزات ما كنخدمش فيهم، كنرجع نخدم في هاد الغريزات هادو نفس الطريقه اللي خدمت هنايا. تسعود ديال الغريزات في هذا الاتجاه، وتسعود الغريزات في اتجاه اخر. كنخدم نفس الطريقه. بالنسبه للبنات المبتدئات يتبعوا الطريقه. كنعاود نرجع مع هاد الغريزات هادو، كنضرب في هاد الغريزه، كنعاود نخدم في هاد الغريزه هذه اللي حداها حتى كنوصل للغرزه اللي قريبه للفتحه، وكنرجع مع الغرز. بهذا الشكل. حتى كنوصل للثوب، كنضرب ضربه في الثوب، كنرجع في نفس الغرز، الخدمه ما نبدلاش، نفس الخدمه. كنضرب في هاد الغريزه هذه، كنبقى نخدم في هاد الرنده هذه حسبيه على 9 ديال الغرز حتى العنق نفس الطريقه. هذا هو الشكل النهائي ديال الفتحه في العنق ديال القفطان، كتجي على هاد الطريقه هذه
هذه هي الطريقه الصحيحه. كنحسبوا شحال عندنا في العرض ديال الطوق، وكنخدموا الاتجاه الاولاني بوحديته، كنعاودوا نرجعوا نخدموا هذا الاتجاه هذا الثاني، وكنخليو جوج غريزات في الوسط على حسب الدرس ملي كنجيو كندرسوا هذه الفتحه هذه. كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم، كنتمنى يكون الشرح واضح والخدمه مفهومه. الى عجبكم هذا الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش دائما كيوصلكم الجديد فضلا وليس امرا. تسنوني في درس جديد ان شاء الله. شكرا.